مع دخول فصل الصيف الجميل اللذيذ اخدت شنطتي وقلت اما اروح اعمل زي الناس اللي هناك دي وافك الكيس شويه واديها سفريه من ام فلوس كتير. قمت شدت على مطروح حيث الصرف والبعزاء والكورنيش اللي الواحد مش بيشبع منه والعجل والتروسيكل اللي مغرقين الشوارع. وفي يوم من الايام وانا بتمشى في المصيف لقيت المنظر ده قدامي، اتنين راكبين عجل سايقين بسرعه مرعبه. هتقول لي فين المشكله؟ ما عادي يعني اتنين سايقين بسرعه يعني. خد بقى التويستيه دي انهم فعلا سايقين بسرعه بس في وش بعض. انا طبعا قلت دي اكيد ناس محترفه وعارفه هي بتعمل ايه واكيد في الاخر هيطلع مقلب وبيصوروا حاجه اكيد. وفضلت مراقب المنظر اللي قدامي عمالين يقربوا 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 هوب طقشوا في بعض، صريخ وعياط وناس اتلمت من هنا ومن هنا هوب يلا بينا على المستشفى. وكل واحد من الواقفين بقى راح مدينا تشخيص المتين بتاعه، اللي يقول لك ده جاله اسهال في عينه واللي يقول لك ده عنده كحه في الركب، وواحد كتر خيره قال لنا دي رجليه مزرقه ما تيجوا نعمل اشعه على العظم. المهم رجلين الولد كانت فعلا باين عليها ان هي مزرقه وباين قوي ان هي اتكسرت يعني. المهم الموقف ده خلص وانا قمت مروح على البيت ولا في بالي اي حاجه. وانا قاعد بالليل كده وعمال افكر في ان هل الفرخه الاول ولا البيضه، جه في دماغي سؤال حلقتنا النهارده. هو زمان قبل ما يكتشفوا اشعه العظم دي اللي احنا عارفينها النهارده بالاكس راي كانوا بيشخصوا ازاي الكسور وكانوا بيعرفوا ازاي ان العظم مكسور. ومن هنا تبتدي رحلتنا النهارده. تعال بينا نحكي لك النهارده على واحده من اهم الاكتشافات اللي غيرت في كتير من المجالات واللي طبعا من اهمها مجال الطب، الاكس راي. يلا بينا. الى كل من يهم الامر من جوه مملكه البهريز ببعت لكم السلام ويا مساء العسليه عليكم وحلقه جديده وبهريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك انزل نعنش لي كده بلايك حلو، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك او دوس على سبسكرايب علشان تبقى ممبر في مملكه البهريز. خليني قبل ما احكي لك قصه الاكتشاف اصدمك واقول لك ان الاكتشاف ده حصل بالصدفه. بطل قصتنا النهارده هو العالم الفيزيائي الالماني بروف ويلهلم كونراد رونتجن، ويا رب اكون نطقت اسمه صح. رونتجن كان مهتم بالاشعه والضوء والاشعاعات وده اللي ركزت عليه معظم التجارب بتاعته. في نوفمبر سنه 1895 رونتجن كان واقف شغال في المعمل بتاعه وكان بيعمل تجارب على اشعه خارجه من حاجه اسمها كاثود راي تيوب. وبدون دخول في اي تفاصيل في الموضوع ده عشان دي حاجه معقده قوي، هقول لك على حاجه بسيطه قوي عشان تقدر تفهم فكره الاشعه دي. زمان واحنا بنتفرج على التلفزيون كنا فاكرين ان الناس اللي جوه التلفزيون دي ناس حقيقيه واننا لو مدينا ايدينا عشان نسلم عليهم هيسلموا علينا وانهم ممكن يخرجوا من شاشه التلفزيون ونقعد ونتعشى مع بعض. بس طبعا النظريه دي اتدشملت لما كبرنا وفهمنا. هشرح لك الدشمله دي بابسط طريقه. الفكره ان بيكون في حاجه اسمها كاثود بيطلع اشعاع بيفضل ماشي في تيوب او انبوبه لحد ما يخبط في شاشه او سكرين فيقوم يظهر صوره على السكرين او الشاشه دي. بس خلي بالك ان الاشعاع ده ما بيعديش الشاشه. طبعا الموضوع معقد اكتر من كده بكتير بس ده عشان نفهم الموضوع بسهوله. نرجع لموضوعنا بقى. رونتجن كان واقف بيختبر الاشعه اللي خارجه من الكاثود ده. المهم رونتجن لاحظ حاجه غريبه قوي، انه في نور بدا يظهر على شاشه بعيده شويه على بعد حوالي 9 قدم. بس الغريبه بقى ان الكاثود تيوب دي كان حاطط عليها كرتون اسود تقيل. وعشان افهمك الحته دي تخيل ان انا جبت لمبه وقمت لفيت حواليها كرتون اسود، اكيد الضوء مش هيعدي. بس الغريب اللي حصل مع رونتجن بقى ان الاشعه اللي كانت خارجه من الكاثود عدت واخترقت الكرتون الاسود اللي كان مغطي بيه التيوب. وطبعا اللي حصل مع رونتجن ده لا كان فاهمه ولا كان عارفه، ان شعاع يعدي من كرتون اسود ويظهر على شاشه بعيده على بعد 9 قدم دي كانت حاجه جديده عليه جدا. ونظرا لانه ما كانش فاهم طبيعه الاشعه دي والموضوع كان غريب قوي بالنسبه له، قال لك انا هسمي الاشعه دي اكس راي. طب اشمعنى اكس راي يعني مثلا ليه مش ار راي على اساس مثلا رونتجن ار ريز؟ قال لك لا انا هسميها زي اي حاجه مش معروفه او انون في علم الفيزياء او الحساب. لما بيكون في حاجه انون او مش معروفه بتاخد رمز اكس. وبعد ما شاف اللي حصل ده بالصدفه فضل حوالي 6 أو 7 أسابيع بيذاكر الموضوع ده لحد ما وصل ان النوع الجديد ده من الاشعه عنده القدره انه يعدي معظم المواد بما فيهم الانسجه اللي في جسم الانسان ما عدا العظم والمعادن غير مرئيه. طبعا الخبر ده انتشر بسرعه مرعبه في كل الدنيا، وفي خلال سنه واحده بس الدكاتره كانت بتستخدم اشعه الاكس راي دي في تحديد مواقع الطلقات الناريه وكسور العظم والمعادن اللي بتتبلع والحصوات بتاعه الكلى. عايز اقول لك ان بسبب الاكتشاف ده رونتجن اخذ جائزه نوبل الاولى في الفيزياء سنه 1901. وقبل اكتشاف الاكس راي ده ما كانش عند الانسان اي فرصه انه يقدر يعرف اي مشكله حصلت جوه جسم الانسان. يعني مثلا ما كانش الواحد يقدر يعرف مكان كسور العظم او اماكن المعادن المبلوعه الا لو كان الشخص ده لازم يتجرح. بس بفضل رونتجن النهارده الاكس راي بقت بتستخدم في تشخيص جميع انواع المشاكل زي مثلا الكسور والمعادن المبلوعه والالتهاب الرئوي وحاجات تانية كتير. شكرا بروف رونتجن. بس كده لو الحلقه دي عجبتك وانا عارف متاكد ان هي عجبتك انزل نعنش لي كده بلايك حلو واعمل شير للحلقه واستنوني في بهريز جديد من مملكه البهاريز.